ما هي خطة أربيل؟ خطة أربيل هي مشروع ذو هدف عسكري وسياسي. هدفه الأساسي هو تدمير إنجازات ومكتسبات إقليم كردستان والحيلولة دون قيام الأمة دولة كردستان. وما يثير هذا المشروع هو أن حركة كردية اسما فقط طرحته وقدمته لدولة الاحتلال التركي. المشروع لم يستوعب فهمه بشكل كاف من قبل الكرد، بل على العكس تم تجاهله، علما أن هذا المشروع ترك بصمته المؤثرة في العديد من الأحداث والتغييرات في الربع الأول من القرن 21. لذلك من المهم فهمه وإدراك حقيقته، علما أن للمشروع مرحلتان وإصداران: الأول الإصدار التركي والآخر الإصدار الإيراني. الجزء الأول النسخة التركية من خطة أربيل. خطة أربيل هو اسم لمشروع احتلال أربيل الذي أعده عبد الله أوجلان، وقد تم طرحها وتقديمها للدولة التركية في حزيران عام 99. فقد اقترح عبد الله أوجلان عرضا على الضابط في الجيش التركي حسن آتيلا أوغور أثناء استجوابه الأول في جزيرة إمرالي، فقال: الآن يلعن شعب البارزاني والطالباني. أعرف جيدا أن الشعب أبدى علاقة طارئة معنا، أي PKK. إذا قدمتم أنتم الأتراك جزءا من المساعدة لنا فسنقتلع البارزاني والطالباني من الساحة، وبعد فترة وجيزة سيصبح هؤلاء الجماهير بأكمله من أنصارنا نحن، أي PKK تركيا. وهذا حدث تاريخي، وأعتقد أن الخطة يجب أن تظل سرية للغاية. وهنا وبدعم قليل منكم أنتم الأتراك سيتحقق كل شيء. انظروا، أنا لا أتحدث عن المال والسلاح، أنا أطلب فقط مساعدات بسيطة منكم. لا يحتاج الأمر لكي تقوموا أنتم الأتراك بتقوية هؤلاء البارزانيين والطالبانيين. لا تستهينوا بقوة البارزاني والطالباني، فهناك قوى عظمى تقف وراءهما وتدعمهما. لا تثقوا أبدا في أنهم حلفاء وموالون لتركيا. عندما نعمل معا وفق المخطط وحسب المبدأ سننتظر نحن، أي PKK تركيا. لن نسمح لهم بتنافس السعداء، سنجعلهم يتعلقون بتركيا ويوالونها. لهذا الغرض اقترحت خطة أربيل. امنحونا فرصة العمل مع بعض التركمان وسيتعلق هؤلاء بكم مثل جرو صغير. إن خطة أربيل التي طرحها عبد الله أوجلان للدولة تركيا هي في حقيقتها خطة لتطبيق وحصار واحتلال كردستان. وفي تشرين الثاني عام 14 سرب أحد الأذرع السرية داخل الدولة تركيا تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو حول تكليفات أوجلان للدولة بهذه المهام. وقال المصدر الناشر لهذه التسريبات الصوتية والمرئية إن الفيديوهات أصلية ويمكن لمحامي أوجلان الحصول عليها إذا أرادوا ذلك، لكن لم يرغب لا أوجلان ولا PKK الحصول على مقاطع الفيديو هذه، بمعنى أن مقاطع أوجلان هذه كانت أصلية 100%. لقد تم طرح خطة أربيل من وجهة نظر أوجلان، لكن ولبعض الأسباب لم يكشف المثقفون الكرد حتى الآن عن خطة أوجلان لاحتلال أربيل، ولم يفصحوا عنها رغم وجود هذا الكم الهائل من الأدلة والوثائق. ويتم لغاية الآن الترويج والدعاية لأوجلان الذي قال أكثر من مرة: ادعمونا ودعوا التركمان يدعموننا، أنا على أتم الاستعداد لخدمة تركيا كزعيم وقائد للشعب الكردي. وكلت دولة تركيا عبد الله أوجلان بمهام تنفيذ خطة أربيل. بعد عودة أوجلان إلى حضن تركيا عام 99 واجه PKK تحديات وصعوبات شاقة للغاية. تفتت التنظيم، فقد الشعب ثقته بسبب موقف أوجلان واعترافاته. ولو أرادت الدولة لكان بإمكانها إضعاف PKK في أعلى مستوياته، لكن دولة تركيا لم تفعل ذلك ولم تفضل القضاء على PKK، بل قامت بصياغة استراتيجية جديدة وفق مصالحها. ووفقا لتلك الاستراتيجية قامت الدولة بصناعة أوجلان في إمرالي الذي كان يعرف سابقا بالرئيس آبو، وحولته بعد ذلك إلى الزعيم آبو، حيث أرادت الدولة السيطرة على PKK عن طريق آبو والسيطرة على الكرد وإخضاعهم من خلال PKK. ولأنه كانت تجري نقاشات حول أن القرن 21 سيكون قرن الكرد، كان إقليم كردستان قد حقق مكاسب وإنجازات عظيمة للكرد. كانت الآمال معقودة على إقليم كردستان في قيادته الشعب والأمة الكردية في هذا القرن الذهبي، حيث بدأ الكرد بإدارتهم الذاتية وحكموا أمتهم، وبالأخص بعد الهجوم الذي استهدف برجي التجارة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2002. فكان الهجوم بمثابة بداية النهاية للنظام البعثي والإطاحة بنظام صدام، وهذا ما سيؤدي حتما إلى تغييرات وتطورات كبيرة في إقليم كردستان.
وأن الكرد سيتحررون، ويمكن للوضع المستحدث أن يمهد الطريق أمام حرية عموم الكرد في باقي أجزاء كردستان. وقد أدى ذلك على وجه سرعة إلى تغيير الخطط الاستراتيجية للدول المحتلة لكردستان، وأصبح تدمير إقليم كردستان والقضاء عليه الهدف الرئيسي لكل من إيران وتركيا منذ ذلك الحين. وباتت الدولتين ترقدان على فراش الموت من حين انتهاء عصر الإنكار والإبادة بحق الشعب الكردي مطلع الألفية الثانية، وأن التغييرات ستتلاحق. وهنا بدأ عصر التزاق باكاكا، حيث باتت وسيلة غاية في الأهمية بيد القوى الاحتلالية الاستعمارية في الشرق الأوسط، وتحركت وفق أجنداتها. ولكي تفتح الدولة تركيا طريقها إلى إقليم كردستان، قامت بتوكيل باكاكا وتوظيفها. وبطبيعة الحال لم يحدث كل هذا في يوم وليلة، بل كان هذا ضمن إطار مشروع طويل الأمد لعقل الدولة العميقة في تركيا. وقد أعدت الدولة التركية باكاكا لهذا المهام على عدة مراحل، حيث عرضت الدولة التركية على باكاكا كل فرصة ممكنة لترسيخ وجوده في إقليم كردستان. وهذه المراحل هي: أولاً، من أجل استمرار حكم أوجلان على باكاكا وسيطرته عليه، سمحت الدولة التركية له بإقامة علاقات مع التنظيم من داخل السجن في إمرالي. وعلى هذا الأساس تم فتح الطريق أمام كتابة وإرسال الرسائل واللقاءات وزيارات المحامين. عام 2002 سلمت الدولة التركية الرسالة الطارئة لأوجلان إلى قيادة باكاكا بطائرة هليكوبتر. هدد أوجلان اللجنة التنفيذية للحزب من إمرالي، وأرسل الرسالة: ما زلت أنا القائد ويجب أن تستمعوا إلي. القيادي الذي لم يمتثل لأمر أبو هذا كان عيسى ديرسن، أي أورهان الباي، الذي قتله بيد الأتراك لفرض هيبته وزرع رعبه في عقول قادة باكاكا. بمعنى أن الدولة سلم زمام باكاكا من جديد لأوجلان من أجل السيطرة على الكرد وإخضاعهم عن طريق باكاكا. ثانيا، في باكور كردستان تركيا، تم تصميم الساحة السياسية المدنية وفقا للباراديم الحديثة لباكاكا حول حماية تركيا، وتم طرد الراديكاليين من الساحة السياسية، وسنحت كل الفرص الممكنة لباكاكا وأوجلان لشرعنة ساحتهم المحلية في باكور كردستان. ثالثا، في عموم المفاوضات التي جرت باسم انسحاب مقاتلي الجريلا، فإن أوجلان كان يوعز تعليماته إلى مسلحيه بالتوجه إلى إقليم كردستان بعلم الدولة التركية، بينما في إقليم كردستان تمت تعبئة قوات باكاكا بيد الدولة التركية. رابعا، عام 2002 طلب أوجلان من حزبه إنشاء منطقة في إقليم كردستان باسم مناطق الدفاع المشروع فلسطين ميديا، وتشكيل حكومة هذه المنطقة في غارة. خامسا، القرار الأكثر أهمية كان قرار استئناف باكاكا حربا جديدة في الأول من حزيران. يمكننا شرح هذه النقاط بالتفصيل، ولكن مرحلة إنشاء مناطق الدفاع المشروع وقرار الباكاكا استئناف حرب الجريلا كانت خطوة معادية لكيان إقليم كردستان الاتحادي. كان أوجلان يلتقي ويتحدث مع محاميه كل يوم بموافقة الدولة وترخيصها، وكان المحامون ينطلقون من اسطنبول إلى قنديل ويهددون قادة باكاكا الذين لا يرغبون باستئناف الحرب باسم أوجلان، وكانوا يهددونهم بقطع رؤوسهم. وكان قرار إنشاء مناطق الدفاع المشروع وقرار باكاكا استئناف الحرب في الأول من حزيران كان بالطبع قرارات الدولة تركيا أصدرتها على لسان أوجلان. ورغم أنه كانت هناك أطراف في الدولة ترغب باندلاع هذه الحرب، لكن السبب الرئيسي لقرار الدولة باستئناف الحرب واندلاعها وتنشيط باكاكا في المنطقة. أصدر أوجلان أمرا يقضي بترسيخ تواجد وتمركز باكاكا من برادوس إلى حفطان في عموم إقليم كردستان وبناء قوة عسكرية. أصدر أوجلان قرار التمركز في كافة جبال إقليم كردستان أمام أنظار الدولة. فعلى سبيل المثال، في 14 حزيران عام 2000 قال أوجلان: هناك أعمال يجب القيام بها في الجنوب. هناك أشياء عملية أستطيع أن أقولها عن قوات باكاكا في الجنوب أو القوات المسلحة للجنوب. إذا كان لديهم برلمان، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في الجنوب، فيجب أن يكون هناك برلمانا إقليميا لباكاكا أيضا كقوة ثالثة. يجب تشكيل حكومة محلية، ويجب تطوير المقاطعات والمحافظات الإقليمية. ينبغي أن يمرروا قواتهم العسكرية مرة أخرى أمام أنظارهم ويسيطروا على المنطقة. إذا فعلوا ما أقوله آنذاك ستسوء اللعبة وتنتهي. في هذا الوضع سيتحقق تعاون ديمقراطي. يجب إنشاء نظام عسكري وسياسي جيد، ويمكن تشكيلها من 3 مناطق، لكن يجب أن يكون مركزها غارة. ومن الطبيعي أن يعقد نصف البرلمان في أوروبا، وينبغي تفسير ذلك وشرحه لتركيا أيضا بأن هذا ليس ضد مصالح تركيا،
وليس ضد أيديولوجيات الجمهورية ومبادئها. إن أفضل مساعدة يمكننا أن نقدمها لتركيا هي إحباط لعبة الموصل كركوك لعام 1925 وتدميرها، وستكون هذه خدمة ديمقراطية لتركيا. جميع لقاءات أوجلان كانت تتمحور حول إعطاء الأوامر لبككا، وكانت جميع الأوامر مبنية على كيفية تمركزه في إقليم كردستان. ولو لم تقبل دولة تركيا وتوافق على توسلات أوجلان للدولة تركيا أنا على تم الاستعداد لخدمة تركيا. استخدموني كمقاول. لما استطاع أوجلان إرسال تحية واحدة فقط من إمرالي. بعدها وفي عام 2012 وسع أوجلان من أوامر التمركز والتواجد المسلح والعسكري لبككا. أراد أوجلان هذه المرة تمركز بككا في المنطقة التي أطلق عليها تسمية الحزام الأوسط، أي خط كركوك، مخمور، الموصل وشنغال، حيث أراد انتشار الجريلا هناك. وأصدر أوجلان هذه الأوامر أيضا تحت إشراف دولة تركيا ورقابتها. أبقت دولة تركيا على حياة أوجلان ورعت بككا وأعالتها في إقليم كردستان. تمت إدارة مشروع خطة أربيل بقيادة أوجلان لغاية عام 2013، وهذا ما نسميه بالنسخة التركية من خطة أربيل. تمركز بككا في عموم مناطق برادوست ووادي زاب ومتينة وحفطن منذ عام 91. فكيف حدث أن تركه للجيش التركي؟ فإذا كانت دولة تركيا قد توغلت اليوم مسافة 45 كيلومترا في عمق أراضي إقليم كردستان، وباتت على مشارف آمين، شيلاتزي وديرالو، فلا بد من رؤية دور خطة أربيل في هذا التوغل والاحتلال. ولو تم فك شيفرة خطة أربيل بعمق وفهمها بشكل دقيق، فسيتم فهم واقع وحقيقة الصراع بين الجيش التركي وبككا على حدود إقليم كردستان بشكل أفضل.